اللي ترميه الهانم تاخده مساحة السلالم. ولا هي وش نكد يخرب بيت نكدك. اما رن بقى على الواد حماصه اقول له ان انا اتخرجت امك من البيت اخليه يشوف العروس. ايه يا حاج اخبارك ايه؟ بقول لك يا علي انا كرشت امك من البيت وعايزك تشوف لي عروسه النهارده قبل بكره. ليه بس كده يا حاج؟ ايه اللي حصل بينكم؟ لا حصل ولا ما حصلش، تقول حاضر وخلاص. امك دي وليه نكديه يبقى انا لازم اتجوز عليها. عينيا يا حاج حاضر اللي انت عايزه، بس اديني مهله شهر او شهرين كده هظبط لك الدنيا. طيب يا ابني لما نشوف. ايوه يا ماما عامله ايه؟ الحمد لله يا ابني، انت اخبارك ايه؟ كويس. بص يا ماما ركزي معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. انا عايزك تقومي تلبسي وتلمي شنطتك وتجيني على المانيا حالا دلوقتي. حاضر هقوم الم شنطتي وهجي لك حالا. ايه رايك في شياكتي يا واد يا حماس؟ في ايه يا واد عمال تبص كده يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله، ده انا معرفتكيش. بجد يا حماسة؟ اه طبعا بجد يا ماما، ده انت اتغيرت 360 درجه يا ماما. يلا بينا بسرعه عشان نلحق الطياره. هي العروسه اتاخرت كده ليه؟ لعل المنى خير ان شاء الله. اما اقوم افتح الباب يا رب تكون هي. ويلكم يا حاج. يا 300,000 ويلكم. والله الواد ابني يسلم عرف ينقيلي. طيب اتفضلي اتفضلي. ازيك يا حاج اخبارك عامل ايه واخبار العروسه معاك؟ بص يا ابني الجمال جمال الماني، الشعر شعر الماني، بس النكد بتاعها مش غريب عليا، تحسه كده نكد امك.